هناك معلومة مهمة جدا يغفل عنها الكثير من الناس، وحتى يغفل عنها في القطاع الطبي للأسف في كثير من الحالات، وقد معرفتها تغير حياة كثير من الناس إلى الأفضل إن شاء الله. إذا عندك شخص تعرفه مصاب بورم في المستقيم أو القولون، وهذا الشخص من أقارب الدرجة الأولى، أقارب الدرجة الأولى طبيا هم الأشخاص الذين تنتقل بينهم عوامل وراثية كثيرة مؤثرة في انتقال الأمراض، وهم يعرفون طبيا كالتالي. يعني أقاربك من الدرجة الأولى طبيا هم الأب، الأم، الإخوان، الأخوات والأبناء، هؤلاء أقارب الدرجة الأولى. إذا كان عندك على سبيل المثال، يعني يكون توضيح أكثر، لنفترض أن شخص عنده والده أو أبوه مصاب شخص بورم في المستقيم أو القولون بعمر 50 سنة، عليك على أقارب الدرجة الأولى لهذا الشخص اللي هو الأب، أقاربه من الدرجة الأولى منه عمامك وعماتك، واللي هم أخوانه وأخواته وأبوه وأمه وأبنائه، يعني أنت وأخوانك كذلك. يجب أن تقومون بعمل منظار القولون للكشف المبكر بعمر 40، لأنه شخص بعمر 50، بالتالي 10 سنوات قبل ذلك تعملون منظار الكشف المبكر. كل أقارب الدرجة الأولى اللي ذكرتم يقومون بعمل الكشف المبكر عن أورام القولون 10 سنوات قبل تشخيص هذا الشخص. لماذا؟ لأن كما تعلمون كل أورام القولون تبدأ بلحمية، اللحمية تبدأ لحمية صغيرة ثم تكبر ثم تتحول بعد 10 سنوات إلى أورام في المستقيم أو القولون. بالتالي الهدف من إجراء المنظار 10 سنوات قبل التشخيص هو أن تكتشف اللحميات إن وجدت عند هؤلاء الأشخاص وإزالتها قبل أن تتحول إلى ورم. بالتالي أي شخص شخص بورم في القولون أو المستقيم أقارب من الدرجة الأولى اللي ذكرتم يجب أن يقومون بعمل منظار الكشف المبكر عن أورام القولون وإزالة أي لحميات إن وجدت 10 سنوات قبل تشخيصه. الحالة التوضيحية الأخرى، إذا كان شخص شخص بورم في المستقيم أو القولون بعمر متأخر شوي، يعني نفترض بعمر 60 سنة تم تشخيص أحد أقارب الدرجة الأولى لك بورم في المستقيم أو القولون بعمر 60 سنة، في الحالة هذه ما نقول 10 سنوات قبل تشخيصه، يعني نبدأ على عمر 50، لا، نبدأ على عمر 45 اللي هو العمر المعروف لإجراء منظار الكشف المبكر عن أورام القولون والمستقيم لعامة الناس. بالتالي أيهما أقرب يعمل عمل المنظار. إذا كان الشخص مثلا نفترض عمره 50، 10 سنوات أقرب من سن 45، لأنك لو نقصت 5 سنوات 10 سنوات عفوا من 50 راح تصير عمره 40، بالتالي قارب الدرجة الأولى يعملون منظار على عمر 40. أما إذا كان الشخص مثلا عمره 60 أو فوق ذلك يعمل منظار القولون على عمر 45، يعني أيهما أقرب إلى المنظار سواء عمر 45 أو 10 سنوات قبل تشخيص ذلك الشخص. يجب على أقارب الدرجة الأولى كلهم اللي ذكرتهم هم الأب، الأم، الإخوان، الأخوات والأبناء أن يقومون بعمل الفحص المبكر ومراجعة طبيب الجهاز الهضمي لتحديد ماهية متابعتهم بعد ذلك إن شاء الله.